السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان تعادل هام وأداء سيء. فريق الأهلي نجح في إنه يتعادل مع شبيبة القبائل، وبالتعادل ده ضمن الوصول لدور الثمانية أو دور ربع النهائي. أداء سيء جدا للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة البنك الأهلي وأداء الكارثي اللي كان قصاد البنك الأهلي. الأهلي بيستمر في الأداء الغير مفهوم من يسترب. النهارده الاهلي يعني فعليا ما تقدرش تقول الاهلي كان عايز ايه، يعني هل عايز يطلع بالتعادل؟ لو عايز يطلع بالتعادل كان يدافع، طب عايز يكسب الماتش كان يهاجم. لكن احنا شايفين الاهلي فريق مفكك، مفيش لا بيدافع ولا بيهاجم، مساحات واسعه جدا. اداء سيء تقريبا من كل اللاعبين، يعني باستثناء يمكن شوبير ومروان في اوقات. يعني مش عارف يعني في حد تاني كان كويس ولا لا. عموما يعني المباراة ابتدت بشوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكوكا. في النص كان مروان عطية واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان. وفي الهجوم كان أشرف بن شرقي وتريزيجيه ومروان عثمان أو مروان أوتاك. في الشوط الاولاني طبعا الاهلي كان سيء جدا زي ما قلنا، وكان فيه هجوم متواصل من شبيبه القبائل، وكان فيه شارع يمكن في ناحيه اليسار ناحيه احمد نبيل كوكا. ضياع اكتر من هدف شبيبه القبائل، يعني ممكن في كوره لعبها ايمن محيوس جت في العارضه، في كوره تانية ايمن محيوس حطها برضو لولا محمد هاني اللي قدر يطلعها كانت كرة راحة في الجون. يعني بقى حتى كان شوبير كان بعيد عنها، شوبير كان في نص الجون وهي راحة في الجنب، وكان لولا تدخل محمد هاني ان هو قدر يحط رجله فمنع دخول الكرة. عرضيات كتير طبعا. مجمل كان الاهلي سيء جدا، دفاع سيء جدا. وخصوصا يمكن الثنائيه بتاعت ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسر ابراهيم ما بيقدرش يطلع بالكره نهائي. ياسر ابراهيم موجود متاخر دايما ورا، فمتاخر زياده عن اللزوم، يعني قريب جدا من شوبير، ما بيطلعش مع ياسين مرعي وهو بيطلع لسبب مش فاهم. هل ده تعليمات من المدرب مثلا يبقى في عمق؟ بس ده كده يعني فاتح الفرقه يعني زياده عن اللزوم. محمد عابر رمضان مش موجود كالعاده، تايه بالفتره الاخيره دي، مش موجود في الملعب. محمد هاني كويس في الشوط الاولاني، الشوط الثاني واضح عليه الاجهاد بشكل كبير جدا، وكان يعني حتى انا كنت قلقت يعني من شكله ان هو ممكن يحصل له اصابه، يعني بالشكل اللي كان بيلعب في اخر ماتش. ما كانش قادر، لا كان قادر يهاجم ولا قادر يدافع ولا قادر يعمل اي حاجه. في الشوط الاولاني برضه يمكن تريزيجيه كان حصلت له اصابه للاسف، ربنا يستر وما تكونش اصابه كبيره، لان يعني تقريبا هو تريزيجيه هو اللي بيلعب الاهلي دلوقتي. مروان عثمان مش موجود لان مفيش حد بيديله كوره، مفيش حد بيعمل حاجه، مفيش غير في كوره، في كورتين يمكن اللي ظهر فيهم. في كوره كان في نص الملعب خدها وتحصل عرقله، كانت فرصه يمكن شبيبه القبائل شاط تطلعها شوبير، اتردت لمروان عثمان فبيجري من نص الملعب، كان تقريبا انفراد نص الملعب، حصل له عرقله. دي كانت فرصه. فرصه ثانيه برضو اتلعبت له من ورا الدفاع، جري وعدى وبدل ما يشوط او بدل ما يلعبها جامد تريزيجيه لعبها، المدافع قدر ياخدها. زي ما قلت الاداء سيء من كمان مره، يعني اداء سيء من معظم اللاعبين. طبعا اصابه تريزيجيه مع بين الشوطين نزل طاهر محمد طاهر. بعد كده حصلت تغييرات، اللي هو كان نزول كامو، نزل كاموش ونزل تريزيجيه، نزل بيكهام، نزل بيكهام ونزل بيكهام وبيكهام نزل ونزل باك اليمين كريم فؤاد لعب ناحيه الشمال مكان كوكا اللي كان سيء جدا. ونزل بيكهام مكان محمد علي بن رمضان عشان يزود المدافعين. بعد كده نزل كاموش ونزل اخيرا شحات. تغييرات يمكن ما اضافتش حاجه، مفيش حد عمل حاجه. يمكن كريم فؤاد كان افضل كتير جدا من كوكا في الوقت اللي نزل فيه. واعتقد ان هو
افضل يعني من كوكا في الفتره الجايه لو انت مصمم على باك شمال غير يوسف العمري، او في مشكله في يوسف العمري ما اعرفش ايه. فاعتقد كريم فؤاد افضل كتير من كوكا في الفتره اللي نزل فيها. اتمنى برضو تجهيز يوسف العمري، نشوف ايه قصته. برضو اشرف بن شرقي اللي ما اعرفش ايه اللي حصل له يعني، اتمنى ان يتجهز. حال علي بن رمضان يتعالج بقى او يشوف ايه مشكلته، يعني ماله ما بيلعبش ليه. كابوش طبعا لغايه دلوقتي ما ظهرش، لان ما يعني هو الماتش ما كانش فيه حاجه عشان يبان. والماتش اللي فات ماتش البنك الاهلي كان سيء جدا، فهو نازل حتى في الماتشين والاهلي سيء جدا. مباراة زي ما قلنا أهم ما فيها إن الأهلي قدر يضمن الصدارة، أو يضمن الوصول يعني للدور الربع النهائي بعد ما الأهلي وصل ل8 نقط. والناحية الثانية طبعا زي ما أول الأهلي وصل 9 نقط، والناحية الثانية الجيش الملكي في اللحظات الأخيرة قدر يكسب يانج أفريكانز وبدأ وصل ل8 نقط. فكده الأهلي 9، يانج أفريكان جيش 8، يانج أفريكانز 5، واخيرا شبيبه القبائل 3 نقط. كده الاهلي ضمن الوصول. والفكره بقى في الصداره، لو كسب هيضمن الصداره، لو كسب الجيش الملكي الماتش الجاي هيضمن الصداره. وايضا لو تعادل هيضمن الصداره. الجيش الملكي طبعا عايز يكسب او يتعادل، لو كسب طبعا هيبقى يوصل كاول مجموعه، لو اتعادل هيضمن ان هو يوصل هو والاهلي. اما في حاله هزيمه الجيش الملكي وفوز يانج افريكانز فهتبقى بقى نرجع لحسابات الاهداف اللي وعليه، خصوصا ان هما الفرقتين مع بعض، ده كسبان ماتش وده كسبان، يعني ده كسبان 1-0 وده كسبان 1-0، كل واحد كسب الثاني على ارضه بهدف للا شيء. اخيرا يعني زي ما بنقول مباراه سيئه جدا، يمكن من اسوأ مباريات الاهلي في افريقيا، ممكن اسوأ مباريات الاهلي عموما. اهلي بدون روح، بدون اداء، بدون اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه موجوده في الملعب. ولكن في الاخر نقول ان دي مشكله الاجهاد، واللي لسه مش عارفين بقى هتعمل ايه في المباراه الجايه، خصوصا ان انت برضه بعد 3 ايام هتلاعب الاسماعيلي، وبعدها ب3 ايام هتلاعب الجيش الملكي، وهكذا. انت هتدنك في ضغط الفتره، والدوري في خطر يعني، بانك انت تعادلت الماتش اللي فات مع البنك الاهلي. وان كان العزاء الوحيد ان احنا الضغط اللي بنتعرض ليه بيتعرض ليه بقيه الانديه، اللي هو زي بيراميدز تحديدا، يعني الزمالك كده كده مش هينافس يعني. فبيراميدز زي ما احنا اتغلب من سموحه هو كمان، لكنه طبعا الميزه البيراميدز ان هو المباراه دي مريح يمكن فيها زيسكو، لان هو تقريبا ضمن الوصول. عموما نتمنى التوفيق للاهلي، ونتمنى ان يستر بيبدا يعمل روتيشن للفرقه عشان يقدر يجدد الدماء، وعشان يقدر يكمل ضغط المباريات الفتره الجايه. اعتقد ده كان اهم ما لدينا. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.